مرحبا حبايبي، اليوم رح نعمل مع بعض أكلة رز بازاليا. طبعا بإذن الله هلا الأغلبية بالبيت تعرفوا تعملوها، بس اليوم أنا رح أعمل لكم إياها على طريقتي. حبيتوا تعملوها عجبتكم كملوا فيها، ما عجبتكم رجعوا لطريقتكم. معنا هون كيلو رز حبة قصيرة، ومعنا هون البازاليا، ومعنا هون لحم البلدي اللي احنا هي بنسميها راس العصفور، ما بعرف انتم شو بتسموها عندكم. وعندنا هي شويه مطيبات لسلق اللحمه، وعندنا هون تقريبا 150 جرام سمنه، نص معلقه فلفل، عندنا معلقه ملح، نص معلقه بهار، وعندنا هون معلقه سكر للبازاليا، ومعنا هلا شويه مكسرات هلا بنقليها سوا ونورجيكم كيف بتصير. هلا بنبلش اول شيء باللحمه لانه هي اكثر شيء بتاكل معنا وقت. سمي بالله، حط لها شويه زيت بلد، زيت نباتي، بنقليها كسبنا وقتها. طبعا اللحمه وانا نعطيها شويه تقلايه بتساعدنا بالاستواء، وبتضل المواد بقلبها ما بتخسر فوائدها باذن الله. طبعا هلا لا بنملح ولا بنبحر ولا بنعطيها شيء بنوب. نتاكد اول شيء انه اخذت القلايه، بعدين بننزل عليها بالمي. بنفس الوقت طريقه تقلايه اللحمه بتخسر من زفرتها كثير، يعني هلا بتشوفوا شلون وقت بنحط عليها المي بتروح تقريبا 90% من زفرتها وما بيضل فيها طعمات المزعجه. هلا بننزل عليها مي سخنه بارده ما بتشتغل، بتكز معكم اللحمه. بسم الله. ما نكتر مي عشان تستوي معنا بسرعه. هلا هيك غليت معنا المي، بنحاول نتخلص من الزفره، بس بفضل من الله زفرتها كثير قليله. هذا بيرجع انه قليناها شوي، وكمان بترجع لجوده اللحم. عندنا هون شوي صغيره بنتخلص منهم. هلا بننزل بالمطيبات تبعاتها. عندنا هون كم ورقه غار، حبه قرفه، بصله، كم كبش قرنفل او عود قرنفل، وكم حبه هيل. هلا البصله بنزلها مثل ما هي، ما في مشكله. هدول انا بحب احطهم هيك عشان ما يلفوني انا عبقين من اللحم. هلا هيك بنحط لها المطيبات تبعاتها، واكيد ما بننسى الملح. تقريبا نص معلقه كبيره ملح. هلا بننتقل مع بعض ننقع الرزة. مثل ما حكينا عندنا هون الرز، نعمل له غسلتين ثلاثه ننقعه. وكمان عندنا هون البازاليا نعطيه تفويره. انا هون عندي مي مسخنه من قبل بستفيد منه مشان نكسب الوقت. طبعا ما بننسى نضيف السكر للبازاليا، بيحافظ على خضاره وبيعطيها نكهه حلوه شوي. ما بدنا نسلقها كثير البازاليا عشان نحافظ على قوامها. هلا بين ما تغلي معنا البازاليا بنطلع اللحمه لسه بدهم، بنغطيهم وبنغوص عليهم شوي عشان تستوي على اقل من مهل اللحمه. هلا غطينا اللحمه لبين ما تستوي، والبازاليا كمان تعمل لها قلبة فول، ونكون غسلنا الرزات وبرجع لكم حبيبات قلبي بنكمل سوا مع بعض. حبايبي هلا بعد ما البازاليا قلبت قلبي حطينا لها، نزلناها صفيناها ونزلناها بمي بارده مع بوز. هلا بدك تقولي لي عشان ما اذا ظلت المي السخنه قومناها على جنب بتضل سخنه وتستمر مرحله الطبخ تبعها، هيك بيحافظ على قوامها وبتضل البازاليا عندنا خضراء. هلا بنعمل نطلع على اللحمات حبيباتي. هلا بعد ما سلقنا البازاليات صفيناهم ونزلناهم بمي بارده مع قطع ثلج.
هلا بدي معظمكم بده يسالني ليش الثلج او ليش المي البارده؟ اذا ضلت المي السخنه رح تستمر مرحله الطبخ ورح تطلع البازاليا معنا صفراء، هيك بنحافظ على قوام البازاليا وبتضل معنا خضراء. شوفوا بسم الله ما شاء الله. هلا بنطلع على اللحمات. شوفوا بدهم شوي بسم الله ما شاء الله، اللحمات طلعوا على المرقه ما فيهم نقطه زفره بعد ما قليناهم وعطيناهم حباشاتهم. هلا بننتقل لطبخ الرز. حبيباتي هلا بعد ما صفينا الرزات صاروا عنا جاهزين هون. حط طنجره، بننزل بهالسمنه بسم الله الرحمن الرحيم. استنى شوي لتحمى السمنه. هلا صارت جاهزه. نزل الرزات بسم الله الرحمن الرحيم، نعطيهم التقليبتين تقلايه. وهلا هيك بعد ما صاروا جاهزين معنا، انا عندي هون مي سخنه جاهزه. ننزل بالميات بسم الله، نستنى على تعطيها غلوه صغيره. انا مثل ما قلت لكم قبل معنا معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه بهار مشكله. بس اخواتي هيك ما في داعي اكثر من هيك لبهارات الرز، هيك بيطلع معنا شغله باذن الله اكثر من ذهب. نعطيه تحريكه شوي وبنستناه ليغلي. هلا هون بلش معنا يغلي. لبين ما الرز بنطلع على اللحمه. قرب لعندي صديقي، قرب شوف لي اللحمات شلون. شوف الطنجره ما فيها نقطه زفره، وهي اللحمه شقره وبلشت معنا تستوي تقريبا شبه جاهزه. بنخليها باذن الله بتطلع اللحمات مع الرزات سوا، بكونوا جاهزين باذن الله. حبايبي هلا شو هيك معنا غلى الرز، صار تقريبا باذن الله جاهز. هلا بننوص عليه على الاخير او بنرجعه على الغاز اللي بعده اصغر، شان هون نستغل هاد لتقلايه المكسرات. هلا هيك بعد ما هدينا نهدي على الرز نغطيه، نتركه تقريبا 20 دقيقه ان شاء الله بيكون جاهز. هلا بنشوف اللحمات لسه بدهم. هلا نقلي المكسرات مع بعض حبيباتي. وهلا تقريبا بعد ما مضى 22 دقيقه نعمل طلي على الرز. شوفوا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل له تقليبه امورنا باللوج. ليه؟ انا الرز الله يرحمك يا عمتي علمتني شغله، بعد ما يستوي غير سمنته بحب اعطيه معلقه سمنه، بالذات اذا عندك سمنه عربي تعطيه نكهه خياليه. منه بتعطيه لمعه كمان. شوف ما احلى الرزه. تعمل لك وش بس بعرفك كهين عم تستناها لتخلص الطبخه. تقريبا خلص معنا الرز هلا. بما انه عندنا الغاز صغير بنقيمه نرفعه على جنب شوي. بنعمل طلي على اللحمه. بسم الله ما شاء الله. شوف لي على اللحمه رايحه نيفه. هلا خليهم شوي اللحمات، نستغل الوقت وبنقلي البازاليات، بنقلي عفوا المكسرات. هلا اخواتي احمي معنا الزيت، بننزل المكسرات. بما انه عم نعمل اكله مدلله لازم نعطيه شويه مكسرات حلوين، نحركهم شوي عشان ما يحترقوا معنا. يا سلام يا سلام. طبعا هون عندنا شويه كاجو، شويه لوز، شويه صنوبري. المكسرات بتحب تحط، ما بتحب كمان براحتك، يعني طبعا هي مو متوفره بكل بيت، بس نحن بما انه اليوم عم نعمل طبخه مدلله لازم لنا شغله مدلله. تعال شوف الشوفه، تعال شفت الشوفه ها؟ شوف شايف شلون كل حبه بتقدر. هلا هيك انا بحبهم لونهم ذهبي، ما بحب غمي المكسرات. هلا هيك صاروا معنا جاهزين. بنطفي النار وبنقيمهم على جنب.
هلا بنعمل طلع اللحمه. بسم الله ما شاء الله. ها اللحمه صارت جاهزه، شيء بيطير عليك. شوف شلون تحلي تمك. تعال والله انت اليوم تعبت معي، ان شاء الله عوافي. شو استويت حبيبي؟ نطفي على اللحمه. هلا رح ننتقل سوا لمرحله تطبيق. هلا طريقه انا حبيتها وحبيت اخذ رايكم فيها. شوفوا اذا عجبتكم ساووا مثلها. عندنا هذا الجاز، عندنا هذا القالب تبع الكب كيك. ما شاء الله صار عندنا كل شيء جاهز. هاي اللحمه عشان هلا بهي الطريقه اول شيء بدنا نحط المكسرات. بعدين نعطيه شفت البزالة لانه نتيجة نقع بالمي البارده والثلج طالعه خضراء وشيء اكثر من ذهب. هلا بنعمل طريقه رز. هلا بعد ما كبسنا الرزات اختي نجيب صحن التقديم. هلا حسب الصحن اللي عندك بتحبي تحطيه هيك او بالطريقه الطوليه. انا رح احطه بالطريقه الطوليه لورجيك كيف بده يطلع معنا. نعمل له هيك نظبط قياساته ونقلبها القلبه الحلوه. يا سلام بذمتك شلون مو طالع شغله فوق الخيال. هلا هيك بنعطيه شويه حركات. هلا اخواتي بعد ما عملنا هاللوحه الفنيه اكيد لازم مع سلطه لبن بخيار. يا سلام نحطي جنب صحن لبن بخيار. نعطيها رشه فلفل. وما ننسى شوي نعناع على اللبن بخيار. طبعا نعناع يابس. وهلا اخواتي بعد ما قدمنا هالصحن ان شاء الله يكون عجبكم. انا باعتقادي كثير حلو لوحه فنيه طالعه مثل قالب الكيك قدامه سلطه لبن بخيار رح يطلع صحن ورق اطياب. اي مناسبه اي شيء ببيض الوجه. اذا عجبتكم الطريقه اشتغلوا عليها، ما عجبتكم خليكم على طريقتكم اللي انتم متعودين عليها. واذا جاي على بالك اي طبق او اي طبخه كمان اكتبي لي اياها بالتعليقات اساوي لكم اياها. كان معكم الشيف ممتاز، يعطيكم العافيه. باي.